السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير. طبعا أعتذر عن الانقطاع. تعرفون الواحد كل من وظروفه، وإن شاء الله راح أستمر وياكم بشي قليل. هل أقدر عليه إن شاء الله، وإن شاء الله أنتم ما تقصرون بدعمكم إلي. طبعا الصراحة أنا ما أردت أنشر، بس يعني قلت يعني مو وقته. أتفرغ تماما عن شغلي وأبدأ أنشر، لكن جاني تحذير على اليوتيوب انه لازم انشر، استمر يعني بالمقاطع. المهم خلونا ندخل بالشرح، بس قبل ما ندخل بالشرح حاب انوه للمتابعين اللي يراسلوني على مود السيت، امتى تنزل السيت انت وعدتنا وكذا. صحيح انا وعدتكم بسيت، لكن الظروف قلت اللي منعتني يعني ما اشتغل بيه او استمر بيه. بس ان شاء الله يعني بالسنة الجديدة، يعني ما بعد شهر، ويتم إصدار سيت مرتب وإن شاء الله ينال إعجابكم. يعني أنا بالنسبة لي ما أسوي سيت يعني مو متكامل، يعني بسيت مخصص كذا. أحب أسوي يعني متكامل، يعني للمواويل، للمعزوفات، للحفلات، كذا كذا، يعني عراقي مرتب. أوكي، خلونا ندخل بالشرح. طبعا المشكلة أغلبية العزاف يعانون من عدها، اللي هي حساسية الصوت يعني بالعزف. يعني انتو دا تلاحظون اكو اصوات يعني بالسيتات، يعني بسيت غيري او سيتي، تلاقون الصوت اللي يعني من تعزف بطقطقة بتأخير يعني ويا الصوت. يعني هسه تشوفون هاي الصوت، يعني اذا واحد هسه يركز عليها راح يعرف انه شنو دا اقصد. اكو صوت مثل ما هسه مثل هذا الصوت بيطقطق يعني من تعزف. يعني اذا تفهمون، اهم شي تكون توصل لكم الفكرة. يعني مثل هسه هذا، حط الهيدفون السماعة وراح تشوف تميز يعني قبل وبعد. هسه هذا شنو هو؟ قبل. هذا هسه الصوت قبل. اوكي، المشكلة كلش سهلة، يعني انه تدخل اول شي هنا على السيت. اوكي، وتروح على اعدادات الصوت هنا، وهاي شايفين هاي الحساسية، هاي تلاقوها قليلة، تصعدوها للوسط او اكثر راح تحسون بالفرق. هذا بعد يعني راحت الطقطقة، يعني الصوت شنو راح صار سريع يعني بالجواب. اوكي، هسه نشوف انه صوت ثاني. ها صحيح، هذا هسه اذا ندخل على اعداد الصوت وبعدين نحطه، دا تلاحظون يعني هسه شوف، رجع الفيديو ورد قدمه وشوف راح تلاقي الفرق. أه هسه شنو نشوف انه صوت ثالث على مود نشرح عليه. نشوف شنو بالله. أه طبعا هذا السيت ناشره العام، يمكن مدري اول العام. سيت حلو مرتب والكل عجبه. نشوف هذا الصوت مثل ما تشوفون، يعني حساسية مالته ناصعين عليها. يعني صار فرق كلش هواي. هذا كان شرحنا اليوم. ان شاء الله نلتقيكم شروحات اكثر، ومثل ما قلت لكم شرح بسيط وبس سهل، بس لكن شنو شرح كلش مهم للعازفين اللي كان مبتدئ او اللي كان عازف، ويعني ملاحظة كلش حلوة، وان شاء الله تعجبكم. مع السلامة.